احتضنت صباح اليوم جامعة جلال بسير بن عباس، وذلك بالتنسيق مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي، افتتاح ندوة تحت شعار ذاكرة لا تموت من ساحة العمل إلى ميادين الكفاح. الندوة كانت مخصصة لإحياء ذكرى اليوم الوطني للذاكرة الموافق للثامن من شهر ماي 1945 من كل سنة. هذه المناسبة التاريخية الخالدة التي نستحضر فيها بكل إجلال وإكبار تضحيات شعبنا الجزائري الأبي، ونقف وقفة وفاء وترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الحرية والكرم. التظاهرة كانت منظمة من طرف المكتب الولائي للنقابة، حيث حضرها جمع غفير شاركوا أيضا باستحضار الذكرى الرابعة لوفاة المجاهد ميراد مبارك. كما تم استضافة أيضا المجاهدة مريم مختاري كضيفة شرف لهذه المناسبة، بغية صقلها بما قدمته من تضحيات هي الأخرى. قمنا بخلال هذه الندوة باستضافة المجاهدة القديرة مريم مختاري. حبينا أننا نربطوا الحاضر بالتاريخ، على أننا احنا امتداد للتضحيات تضحية المجاهدين والشهداء اللي قاموا بها قبل، وكذلك بما أن هنا المجاهدة القديرة كانت ممرضة عاملة، بالتالي احنا حبينا أننا نوصلوا هذه الصورة للنضال العمالي والنضال النقابي. اليوم رانا في ولاية العباس من أجل إحياء ذكرى 8 ماي، مجازر 8 ماي، وكذلك من أجل إحياء الذكرى الرابعة لوفاة المجاهد مبارك زياد ربي يرحمه. المكتب الولائي نظم هذه التظاهرة من أجل التواصل وإيصال رسالة الشهداء إلى الجيل الآن، الجيل الحاضر وجيل البناء. اختتمت هذه المناسبة بتكريم القائمين عليها، إذ كانت هادفة باستحضار ذاكرة تضحيات للوطن، والتي لا تزال قائمة في نفوس الشعب الجزائري، ولعلها تبقى راسخة عبر الأجيال مستقبلا.